في ناس بتجرب دايت وبتزهق بسرعه، بس لو جربت الطريقه دي لمده اسبوعين بس هتخس من غير ما تحس ان انت محروم. طيب ازاي تخس من غير ما تحس بالجوع؟ الموضوع بسيط جدا، ركز معايا على الست حاجات دول. ما تقللش السعرات بشكل عشوائي، لازم تعرف جسمك بيحرق كام كالوريز بالظبط عشان يثبت، ويقلل منه بنسبه بسيطه، مش بنقلل جامد مره واحده. وكمان حاول انك تدخل بروتين في اكلك، البروتين مش بس بيخليك شبعان، لكن كمان بيساعدك انك تبني عضلات وتخس بشكل صحي. قلل السكريات والنشويات السريعه، وبلاش العيش والمخبوزات الكتير، بدلها في حاجات صحيه زي الشوفان والبطاطا وزي التوست. اشرب ميه كفايه، الجفاف بيخدع جسمك وبيخليك تحس ان انت جعان، بس انت في الحقيقه محتاج تشرب ميه مش اكل. برضه لازم تنام كويس، لو مش بتنام على الاقل 7 ساعات هتلاقي نفسك جعان طول الوقت حتى لو جسمك مش محتاج اكل. حرك جسمك اكتر حتى لو مش بتتمرن، امشي 8000 خطوه في اليوم واعمل الست خطوات دول وهتشوف فرق رهيب في جسمك. لو عجبك الفيديو ده يا ريت تعمل فولو ولايك وشير وسبسكرايب، لان ده بجد بيدعمني جدا.